السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجيز مفيد فعلا من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد مفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيد التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ابيرتمنتس باي ابيرتمنتس جود. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص باستئجار الشقق والبيوت والاستوديوهات والشاليهات والبيوت بتوع المصايف والحاجات دي كلها. تقدر من خلال التطبيق ده، لو انت بتدور على شقة عايز تقعد فيها، لو انت مسافر بلد غير البلد بتاعتك، مدينة غير المدينة اللي انت قاعد فيها، عايز تروح هتروح مثلا كشغل، هتقعد لك هتقضي لك يومين ثلاثة، هتروح مثلا تغير جو رايح مصيف هتقعد لك اسبوع، رايح مثلا هتنقل شغلك مثلا في مدينة تانية او في بلد تانية، فتقدر ان انت تستخدم التطبيق ده بحيث ان انت تدور على الشقة المناسبة ليك. سواء بتدور بقى على شقة كبيرة هتقعد فيها انت واسرتك واولادك، بتدور على استوديو صغير هتعيش فيه لوحدك، او هتعيش فيه مثلا انت وزوجتك بس او انت وصديق ليك، بتدور على بيت كبير مثلا ليك انت ووالدك ووالدتك واخواتك ومراتك ومراتات اخواتك والكلام ده كله. بتقدر تلاقي كل الحاجات دي. بتقدر تبحث في المدينة او في المكان اللي انت عايز تروح بالظبط، او لو انت مثلا قاعد في منطقة معينة وعايز مكان قريب منك، يعني انت قاعد في مكان مثلا بالايجار وعايز تقعد في نفس المنطقة بس هتغير المكان ده، فعايز تشوف حاجة تانية مثلا تكون افضل وسعرها كويس، فانت بتقدر انت تلاقيها من خلال التطبيق ده ومن خلال اللوكيشن بتاعك ان انت بتدور من خلال اللوكيشن المنطقة اللي انت قاعد فيها. وتقدر برضو تعرف الاسعار، وتقدر تشوف صور للشقة او للبيت او للفيلا او للاستوديو، وتقدر تعرف عدد الاوض او عدد الحمامات او الريسبشن قد ايه او المساحة او الحاجات دي كلها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية وما فيهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق مش موجود في كل بلاد العالم، يعني موجود في اوروبا وفي امريكا فقط لا غير، مش موجود في كل البلاد. بس كده ده يعتبر شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجب شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عجبك التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من تحت صدر القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.